قبل ما ندخل على كاميرات الدي اس ال ار، خلينا نشوف اول برامج لتعديل الصور. عمرك صورت صوره قلت يا ريت الاضاءه كانت اقوى شويه، يا ريت الوشوش كانت افتح، يا ريت الخلفيه تتظبط؟ احنا النهارده بنفتح الفوتوشوب واللايت روم ونظبط كل حاجه ببساطه، بس ده زمان كان بالنسبه لهم حلو. لكن في لحظه معينه في التاريخ العالم قرر يعمل خطه عبقريه، مش بس نصور الصوره، لا، احنا نغيرها، نصلحها، نجملها، نخلق منها حاجه جديده. ومن هنا بدا عصر تعديل الصور. اول فكره، بما ان الصوره بقت بيانات يعني نقدر نتحكم فيها. لما الصوره كانت فيلم مفيش تعديل غير شويه تحميض مختلف واضاءه، لكن لما الصوره بقت ديجيتال يعني بيانات، يعني ارقام، يعني نقدر نتحكم فيها. يعني طالما الصوره بقت بيكسلز نقدر نغير تفاصيلهم والوانهم وصوتهم ونعيد تشكيل الصوره زي ما نحب. ودي كانت الشراره الاولى لتعديل الصور. وفي اواخر الثمانينات شخصين عباقره، توماس وجون نول، قرروا يعملوا برنامج بسيط لتعديل الصور. بدا المشروع كاداه صغيره اسمها ديسبلاي، وبعد شويه تطوير بقى اسمه فوتوشوب. شركة ادوبي شافت البرنامج وقالت لا، احنا عايزين ده. وبالفعل سنة 1990 نزل اول اصدار رسمي من فوتوشوب، وده كان بداية عصر جديد بالكامل. في الاول كان الموضوع بسيط جدا. النسخ الاولى كانت امكانياتها محدودة جدا، تعديل اضاءة، شوية الوان، شوية اصلاح عيوب، ادوات بسيطة. بس ده بالنسبة لهم كان سحر. مصورين ومصممين قالوا خلاص احنا بقى معانا قوة مش طبيعية. ومع الوقت التعديل بقى فن مش بس تصليح، والفوتوشوب بدأ يكبر اصدار ورا اصدار، وكل شوية يطلع بامكانيات اقوى. بقى في لايرز وماسكس وريتاتش ودمج صور وشغل اعلانات وشغل سينما. بدل ما الصوره مجرد توثيق بقت فن كامل. الصحافه والاعلانات اول ناس استخدموه بقوه. الصحافه عايزين يظبطوا الصور، الاعلانات عايزين صور مثاليه، المجلات عايزين جمال وشغل احتراف. ومن هنا ظهر مصطلح الصوره المعدله، وبقى في جدال كمان، هل الصوره دي حقيقيه ولا معموله بالفوتوشوب؟ بس سواء تحبه او تكرهه محدش ينكر ان الفوتوشوب غير شكل الصوره للابد. وبعدها ادوبي عملت اللايت روم، وظهر بعد كده كابتشر 1، ادوات اساسا معموله للفوتوغرافرز، وده فتح باب للاحتراف اكتر. من صوره ثابته لمعلومه رقميه لاداه تعديل، خلت المصور مش بس يصور لكن يصنع الصوره. عصر برامج تعديل الصور غير مفهوم التصوير نفسه، وبقى جزء اساسي من شغل اي مصور محترف. وفي الحلقه الجايه هندخل على المرحله اللي خلت الاحتراف يوصل لقمه جديده، ظهور كاميرات الدي اس ال ار لما الديجيتال بقى احترافي بجد. سلام.